حد بعت لك حاجه على البيت ده؟ يعني انت لو شفت الفيديوهات انا كانت بتحط صوركم والتوينز واحد بس والتوينز المحبوب. مين اللي عمل كده؟ شفت؟ حد لازق في صور بجد؟ ايوه والله ما هكدب عليك ليه؟ لكن لو في حد جامد فعلا يبقى كده بنت الشوكه رجعت تاني، ولو رجعت تاني احنا اللي نسوى نسوى يعني. طبعا يا جماعه زي ما انتم شفتوا في الفيديو اللي فات انا كلمت التوينز وما فهمتش منهم اي حاجه في المكالمه، والمكالمه حسيت ان هي سريعه. انا مش فاهم الموضوع وايه اللي بيدور، يعني ايه ازاي التوينز مش هم اللي بيعملوا كده؟ انا مش فاهم اي حاجه. فطبعا يا جماعه انا قلت ايه، لا كده كتير، انا لازم احاول ان انا اتواصل معاهم وان انا اعرف هما فين وابدا ان انا اروح لهم ونروح مع بعض ونتكلم. فطبعا يا جماعه قبل ما ابدا التصوير كنت مكلمه وهم ايه قالوا لي ان هما في المحل، فانا يا جماعه هبدا ان انا اتحرك واروح لهم دلوقتي على المحل. خليكم معانا لحظه بلحظه ومحدش يقدم ولا لحظه في الفيديو ده، لان الفيديو ده مهم جدا وهتفهموا بقى القصه كامله وايه اللي حصل وايه اللي دار ده كله. يلا بينا نروح للتوينز عشان ايه نشوف ايه اللي حصل. بس قبل اي حاجه تعملوا لايك والاشتراك. يلا بينا نروح بسرعه، واول ما نروح هبدا ان انا اصور لكم. طبعا يا جماعه انا وصلت لقيتهم عندهم في المحل، كلمتهم في التليفون ولقيتهم ان هم في المحل، بس شكل كده مفيش غير عمر. يا عمر ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله. واحنا لو وصلت لحد دلوقتي في الفيديو ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك. وانا عمر يا محاربين. في ايه يا ابني اللي جايبك في الوقت المتاخر ده؟ ما مش عارف انا انتوا ايه اللي بيحصل يعني. انا كلمتك في الموبايل اخر مره وقلت لك انتوا بتبعتوا لي حاجات قلت لي لا ازاي؟ مين ده؟ مين اللي بعت؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ بتهزر؟ حد بعت لك حاجه على البيت ده؟ يعني انت لو شفت الفيديوهات انا كانت بتحط صوركم والتوينز واحد بس والتوينز المحبوب. مين اللي عمل كده؟ مش عارف بابا، يعني انا شكلي كده انا بفكركم انتوا. انت بتهزر صح؟ والله ما بهزر. يعني والله ما بتهزر. احنا ما رحناش عند بيتك ولا لزقنا، احنا فاضيين. انت جيت لقيتني في المحل مشغول. ازاي انا؟ امال مين اللي هيكون عمل كده يعني؟ انت جاي بتهزر وبتعمل فينا مقلب وعشان تنزله على اليوتيوب. طب خلاص يا جدعان، احمد نجح في المقلب ده. امسك بقى يلا روح بقى، سيبنا قفل المحل عشان ننام بقى يا عم. مقلب ايه يا جدعان؟ انتوا ده مش مصدق، وقسما بالله انا بقلب. حتى بص، حتى في الفيديوهات بص. استنى يا جماعه، بتتكلم بجد؟ والله بتكلم بجد. بص خد كده اتفرج على الفيديوهات. بصوا شغلت له فيديو يا جماعه اللي هو بتاع لما شفت حد لازق في صور بجد؟ ايوه والله ما هكدب عليك ليه؟ مستقبل يلا يا احمد في المقالب يلا. وربنا ما بقى عايز اقفل واروح بقى انام يلا. وربنا ما بقلب. انت مش مصدقني صح؟ لا يكون بنت الشكر هي اللي ورا كل المشاكل دي كلها اللي بتهجم عليا. شكرا يا رجعت تاني. ما هي رجعت تاني من الاول. والله انا شاكك فيك يا وربنا انا هكدب عليه ليه يا جدعان؟ وقسما بالله ما بهزر. بنت الشكر هي ممكن تكون اللي عملت كده مش انتوا. مش احنا في اخر سلسله مسكنا لك بنت الشكر دي موتناها؟ يا رجعت تاني. شكلها كده رجعت تاني. طيب كده بقى، كده هي كده عايزه توقع ما بيننا احنا الاثنين. طب كده احنا كده داخلين في مشكله كبيره. بس انا لقيتها. نعمل ايه؟ احنا هنعمل كمين. حلو حلو. نزل منتدى في قناتك ان التوينز هيجوا لك مثلا بعد بكره، واحنا مش هنيجي ولا هنعمل. تمام حلو. ولو في شخصيه او في حد جالك اعرف ان ديت بنت الجوكر. لو مفيش حد جه اعرف ان كده دوت مقلب وانت بتعمل مقلب فينا ومفيش الكلام ده يعني. لكن لو في حد جالك فعلا يبقى كده بنت الجوكر رجعت تاني، ولو رجعت تاني احنا اللي نتصرف تاني يعني. يبقى الانتقام. بس وقسما بالله يا جماعه ازاي هي كانت دايما تبعدنا ساعه الكنوز زي ما انتوا شفتوا في الفيديوهات اللي فاتت اللي ما شافهاش. هتلاقوا البتاع في قائمه التشغيل، هتلاقوا كل الفيديوهات بتاعت السلسله كلها. يا جماعه كانت بتقعد تهجم وما كانتش عايزه ان احنا نروح عند التوينز ونحذرهم. لو انت فاكر لما انا كلمت علي وقلت له ان بنت الجوكر مش عايزانا. مين لو مش بنت الجوكر مين اللي هيبقى ليه المصلحه ان هو يعمل كده؟ انا مش عارف يعني كانت بتقعد تحذرنا، ما كانتش عايزانا ان احنا نلغيكوا عن الكنوز المفقوده. احنا الحمد لله خلاص كده يعتبر لقينا كل الكنوز. كويس. بس كده بقى يا احمد انت روشتنا بقى بموضوع ان في حد بيلزق لك صور واسامي. بيلزق لك ايه؟ يعني حاسس ان احنا ان انتوا وصوركم بتبقى محطوطه ومكتوبه التوين لدرجه ان كده الموضوع كبير معانا. نقفل الباب يبقى براحتنا ونعرف نتكلم. بالظبط كده. اقعد بقى يا احمد كده على الشيفي. احكي لي بقى ايه اللي كان بيحصل؟ بيحصل بقى ان انتوا
كنتوا بتبعتوا يعني مش عارف يمكن تلاقي الرقم يعني بتاع علي اتهكر، تليفون علي كان متهكر. لا لا ازاي ده علي هو اللي كان باعت لي اللوكيشن. رقمنا احنا متاكد؟ علي بالذات هو كان باعت لي اللوكيشن، كان سايب لي فيه ورقه وكان قال لي ما تدورش على الكنوز تاني. ما تحذرناش. هو اللي متحكم كده حديثين بدليل ان هو جاب رقم زي رقمنا وفابريكين على السن. المفروض ان احنا ده كده الموضوع كده صعب قوي كبير قوي يا احمد. صدقني اقسم بالله ده لو طلع مقلب لك حته دين علقه بنت حرام. وربنا ما مقلب وقسما بالله ما مقلب. يعني مش مقلب. واقول لك على حاجه، انت هتروح هتعمل اللي انا قلت لك عليه. قناه تنزل المفروض منتدى ان في حد جاي لك، ان التوينز جايين لك. لو بنت الجوكر جات لك يبقى كده الموضوع بجد. لو بنت الجوكر ما جاتش حاجه من الاثنين، يا اما الموضوع كبير قوي يا اما وتبع حد مش تبع بنت الجوكر كده. بس انا قلت لك بقى انا هعمل له واحد قهوه عشان دماغي زنت منك. يمكن يكون يا علي اللي عامل ده كله بنت الجوكر عندها مساعد وهي اللي بتعمل ده كله. بنت الجوكر دي هلس يا عم، احنا مسكناها لك في السلسله الاخيره موتناها. يا رب انا نفسي انتصر عليها بجد. انا ما اعرفش ايه اللي رجعها تاني اصلا. لا مش بنت الجوكر، ده حد جديد يا احمد يابا. مش عارف بس هنعرف كل حاجه. يا رب. انا بجد لا تسلم. عشان انا بجد يا جماعه انا اتخنقت من الحوار ده. يا جماعه بالله عليكم اللي واصل لحد هنا يعمل لايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان اي حاجه انزلها جديده يوصل لكم الاشعار بتاعها. فيعني انا مش عارف، قلت لكم كذا مره في كل فيديو اللي عنده حل يكتبه تحت في الكومنتات، واللايك بتاعكم ده بيساعدني ان انا لو حد يعني الفيديو ينتشر ولو حد عنده حل يكتبه في الكومنتات. المشكله دي كلها في الفيديو كل ايش المحاربين يلا يعمل لايك واشتراك دلوقتي. كل لايك واشتراك لاجل عمل التوينز. يا احمد رابع مره بقول لك ده لو طلع مقلب هتحط الدين علقه. والله ما مقلب. هتشعشك مين؟ انا عامل مقلب ليه انت عارف؟ لان احنا الدنيا ملخبطه معانا وبنعمل سلسله وبندور على فلوس. ممكن يبقى انت بتعمل مقلب بتهزر. لا وربنا ما مقلب. بقول لك اهو بشهاده الناس اخواتي، ده لو طلع مقلب من احمد اقسم بالله هنديله علقه انا وعلي بالذات. لو طلع بقى مش مقلب لا مش هتفرق ان شاء الله. مش مقلب وانا مش مقلب اصلا يا ويل. ان شاء الله مش مقلب، استحاله يكون مقلب. ازاي يعني؟ انا هعمل فيكم مقلب وهاجي لك لحد عندك. طب اللي بيعمل مقالب بيستخبى. هعمل مقلب وهاجي عندك. انا بقول لك انت ممثل كويس ان انت ممكن تبقى جاي تقنعني ان مش انت اللي بتعمل مقلب. لا مش للدرجات دي يا جماعه. انتوا مش للدرجات دي. انتوا شايفين كل حاجه. وبنت الجوكر كانت بتيجي تقعد تقول التوينز المحبوب ابعدوا عنهم مالكش دعوه بيهم. دول اللي خلوهم يدوروا على الفلوس. محدش لو حذرتهم وقعدوا يعملوا موال وكانت انت مع الفيديوهات هتشوفها هتتصدم وربنا هتتصدم من بنت الجوكر كانت بتعمل. بقى اللي فيها بقى اللي فيها انت دلوقتي الساعه كام معاك في الساعه 12 دلوقتي. الساعه 12 يعني الوقت دلوقتي يعتبر اتاخر. انا هشرب القهوه دي وهقفل المحل وهروح. تعمل زي ما انا قلت لك، تروح نزل منتدى. المفروض التوينز جايين لك، احنا مش هنيجي ولا هنعمل. بس نشوف لو في حد جالك على البيت يبقى دي بنت الجوكر. لو مفيش حد يبقى الموضوع يا اما كبير يا اما مقلب. بس بنسبه كبيره انا حاسس ان بنت الجوكر جاي. فانا يا احمد هات بقى كده انت دلوقتي التليفون قول للناس كلمه انت هتروح هتعمل ايه. بس كده يا جماعه انا هعمل زي ما عمر قال لي، هنزل منتدى زي ما هو قال. ولو بنت الجوكر جت يبقى الموضوع ده كله بسبب بنت الجوكر. بس انا كده اتاكدت 100% ان شكلهم مش هما ولا عمر ولا علي لهم في الموضوع. وانت يا بنت الجوكر ليكي معايا حساب تاني وان شاء الله نهايتك على ايه.